صباح الورد والفل والياسمين، جمعة مباركة عليكم. بصوا بقى، عملت حكاية صينية الوحوش. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، كانت تحفة. لو مشيتي على الخطوات دي هتبقي بصي استاذة في المحشي، استاذة في الفراخ المشوية، ما تجيبهاش من بره تاني. حاجة كده حلوة قوي وهتعجبك. بصي لما تغمسي صباع المحشي كده في الصوص اللي نازل من الفراخ من غير ولا نقطة زيت ولا زبدة، طالعة مقرمشة ازاي وعاملة ازاي. ولا ابتدى فراخ الحاتي والملوخيه، ملوخيه خضراء. ازاي اقولك تظبطي مقدار المرقه بتاعت الملوخيه، الاكياس اللي هي مفرزه، البتنجان اللي قلبه ابيض كده ويفضل طعمه حلو. بصي المحشي واللون الاحمر بتاعه ولفه الكرنب. بصي هعلمك النهارده كل التفاصيل، هو الفيديو طويل شويه بس هعلمك. بصي التفاصيل اللي تطلعي معاكي صينيه الوحوش دي تحفه. هنقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا جبنا بقى الخضار. انا جايبه الكرنبايه دي من امبارح عشان لما تيجي تقطعيها تلاقيها معاكي ايه، الورقه دبلت شويه كده فبتتقطع بسهوله من غير ما ايه تتجرح منك، ولا الورقه تتقطع تطلع كده الورقه بورقتها زي ما بيقولوا. بصي انا هطلعها دلوقتي الورقه بورقتها. حطينا الميه بتغلي على النار وحطينا فيها ملح وشويه 7 بهارات. الحركه ال7 بهارات دي لا هتخلي لك ريحه البيت فيه كرنب ولا اي حاجه، وتخلي الكرنبايه كده معسله معاكي وما فيهاش ريحه الكرنب وبتشيل كل الغازات. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هتجيبي كده فرخه حلوه على حسب بقى انت عايزه فرخه ولا فرختين، على حسب عدد الاسره. وتجيبي بصلايه وطماطمايه تغسليها كويس قوي، الفرخه بالليمون والدقيق وتظبطيها كده، وتروحي قسمها من عند الصدر وتدوسي عليها كده لحد ما تكسري العظم بتاعها. وبعد كده تفتحي الصدر الوراك بالسكينه كده، فتحتي الصدر كده وفتحي الوراك بالسكينه. الخلطه بقى اللي ايه اللي اقول لك عليها، الاول لازم تغسلي السكينه كويس بالخل بعد ما تقطعي. تمام، غسلت ايديا وغسلت السكينه. هنقطع بقى بصلايه وقرن فلفل وطماطميه. هنحط بقى عليهم ايه، هنحط عليهم شويه دبس رمان، شويه صويا صوص، هنحط عليهم حبه خل، هنحط عليهم شويه زيت. تمام، شويه الزيت دول اللي هستخدم بيهم الفراخ وهسوي فيهم الفراخ، مش هحط حاجه تاني. فهمتي قصدي؟ هنحط بقى الملح، نحط شويه توابل مني، شويه 7 بهارات. تمام، توابل فراخ مشويه، اي توابل بقى عندك انتي بتحبيها ممكن تحطيها هنا. هتضربي كل الكلام الحلو ده علبه زبادي او شويه لبن، انا هحط شويه لبن. تمام، عشان تخلي اللحمه معاكي كده طريه. احنا اول حاجه عملتها وانا بسلق كرنب ان انا تبلت الفرخه وشلتها عشان تاخد لها ساعتين 3 كده ايه في التتبيله قبل ما ادخلها الفرن. هي خدت بالظبط 3 ساعات في التتبيله دي لحد ما ايه دخلتها الفرن، وهوريكم هدخلها واغطيها ازاي. هنشيل بقى الفراخ كده في التلاجة لحد ما ما نكمل. هنا بقى اهم حاجه الخلطه، خلطه المحشي اللي تبقى مش حاميه في الحر ده، وفي نفس الوقت البصلايه تبقى حلوه كده ومسكره. هتفرمي البصل مع فلفل اسود وشويه توابل مني او 7 بهارات. تمام، والله هنزل لكم فيديو فيه التوابل كلها عشان تعرفوها. تمام، بص البصله ما خدتش لون، ما عملتش اي حاجه، يا دوبك دبلت. هتكوني انت بقى ايه 6 7 فصوص توم مع شويه فلفل وحبه جوز الطيب، تروحي نازله عليهم كده تشمي ريحه التوم. تروحي نازله بقى بشويه توابل محشي، شويه بقدونس ناشف. طبعا انتوا عارفين الخضره غاليه قوي، فعند العطار هتلاقي بقدونس ناشف، هتحط شويه، تحط شويه نعناع. تمام، وتقلبي بقى الكلام ده. بصي انا عماله ايه احرك واشم الريحه، ايه الريحه خطيره، هيجيبولك الجيران من سابع حته. شويه كزبره، شويه كمون طبعا. بس هي دي التوابل بتاعتك. هتخلطي بقى، تجيبي معلقتين 3 صلصه توسعي كده وتنزلي بمعلقتين 3 صلصه، تقلبيهم الاول، تطيري الماده الحافظه اللي في الصلصه. وتكوني بقى على كميه الرز هتحطي ايه صلصه بزياده شويه. يعني انا هحط 1.5 كيلو رز، عملت ايه 2 كيلو طماطم. تمام، شلت منهم واحدتين حطيتهم ايه في الفراخ، وواحده هحطها في الملوخيه وهوريكم. اهم حاجه الصلصه تتسبك لحد ما يطلع منها الزيت كده وما يبقاش فيها نقطه ميه. تغسلي الرز وتكوني خلاص هتطفي على بص الحله لسه سخنه، طفيتي على الصلصه، تروحي مقلباها ومغطياها وسايباها. ما تحطيش الخضره بقى دلوقتي. الخضره بقى بصي حبه الخضره دول ب20 جنيه، طبعا عارفين كلكم سعر الخضره دلوقتي. شويه بابريكا، شويه ملح، شويه توابل مني او 7 بهارات، وشويه بقى ايه خلطه محشي. تمسكي الخلطه دي تدعكيها جامد قوي 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 مع البصلايه. حته البصلايه النيه دي هتخليكي تاكلي حبه محشي حكايه.
ولا اجدع محل. وتقلبي بقى كله بعد ما الرز برد شويه عشان ما تدبلش معاكي الخضر ويغمق لونها. بصي الخلطه تتاكل حاف والله. البتنجان والكوسه لما تقوريهم لازم تحطيهم في ميه بملح عشان ما يبقوش مجلده معاكي. بصي الفراخ بعد ساعتين 3 في التلاجة كنت قورت البتنجان وقطعت الكرنب وسلقته وخلصت بقى خلاص، يعني هقعد احشي بره اولع الفرن. رحت حاطه الصينيه بتاعتي كده وعملت بصلتين كده، هعمل بصل محشي. ورحت قاعده بقى على السفره بره الف بسرعه، مفيش والله ما خدتش وقت. لفيت قوام كده ورحت حاطه الميه على النار، حطيت فيها مكعبين ماجي ومعلقتين صلصه وشويه توابل بتاعه المحشي والتوابل بتاعتي والملح وسقيت بيها. البتنجان لازم يبقى الشوربه بتاعته بالظبط، هوريك اهو الشوربه بتاعتك. بصي لازم تنزلي كده بيها على الكرنب، فانا بحط الورقه دي ما تخليش الكرنبايه تلف معايا. تمام. وحطي حبه زيت على الكرنب وحبه زيت على البتنجان يطلع كده بيلمع. بصي بسم الله ما شاء الله. هوريكي بقى التسويه بتاعته برضو وانا واقفه كده. شغلي نفسك شويه بتنجان وعلى الطاسه، مالكمش دعوه بالطاسه بتاعتي. هنحمر حبه بتنجان. الخلطه دي هتخلي لك البتنجان طعمه حلو ومش هيبقى حامي علينا في الحر. هو قرن فلفل احمر وربع معلقه توم وشويه كمون وشويه ملح وشويه ليمون وشويه خل وربع كوبايه ميه، واضربي الكلام ده كله في الخلاط. تطلعي البتنجان وهو مولع، بس بقولك كده وهو مولع، تروحي مطلعه ساقيه على طول بالخلطه دي. بصي البتنجان وما تطوليش عليه في الزيت عشان ما ينشفش منك. بصي لسه ابيض اهو. بصي بفتحه مش عارفه افتحه بايديا من كتر ما هو سخن. تفتحيه كده وتدوسي عليه، بصي قلبه ابيض ازاي، تروحي نازله عليه على طول بالخلطه. عمره ما هيسود منك ولا هيمرر ولا اي حاجه، هيبقى معسل معاكي كده. هناخد كوبايه من الشوربه اللي انا سقيت بيها المحشي، ما فيهاش مشكله خالص. وهنحط كوبايه ونص، يبقى كيس الملوخيه البسمه دون هتحطي له كوبايتين ونص ميه او شوربه. هتحطي مكعب ماجي، انا حطيت مكعبين هنا عشان ما حطيتش ملح خالص، خلي بالك. وشويه كزبره وشويه توم ني. وتسيبي بقى الكلام ده كله. ولازم تحطي الملوخيه وهي ساقعه، ما ينفعش تسيبيها. بصي استوت بقى من على الجنبين، قلبتها من هنا شويه من هنا شويه، استوت. لما بصي مش مستحمله، تاخدي بقى من الصوص اللي نازل منها ده وتروح حاطه على الوش ودخلها الفرن وفتح عليها الشوايه. هتاكلي احلى بصي يعني احلى كده فراخ مشويه انت جايباها وشايفاها وهي صاحيه وبتدبح قدام عينك. الوزن بقى والكميه اللي انت عايزاها. بصوا انا ما كانش عندي ساعتها سمنه، رحت عامله الطشه بالزبده، بس والله هي اديتها طعم حلو، بس هي كانت مصفره لونها شويه، بس كانت حلوه والله. وحطيت عليها بقى معلقه الكزبره. ما تغمقيش التومه زياده عن اللزوم. بصي لونها كده حلو قوي وريحتها كانت بصي تحفه. تنزلي عليها كده بالطشه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى ونغرف. بصي بقى، بصي الكرنب ولفه الكرنب ولا حماره وريحته فظيعه. والكرنب اليومين دول حلو قوي وخفيف كده، لو عملتيه بالطريقه دي مش هيحمى عليكي ولا لا خالص، حاجه حلوه كده قوي. والبتنجان والفلفل والبصل. بصوا بقى، وتنزلي بقى بحته الفحم كده عشان تبقي عامله ريحه الشوي، حاجه كده حلوه قوي قوي قوي. جربوها وما تنسوش تبعتولي في الكومنتات. تمام. انا قعدتهم يومين اكلهم اي حاجه عشان اعمل لهم اكله حلوه كده. اعملي زي وفري من مصروف البيت. الاكله دي مكلفه، ممكن تعمليها مره في الاسبوع مره في الشهر، بس دلعي ولادك كده. تمام. ودمتم في رعايه الله. والله انا جوعت تاني. المحشي ده العيش المصريين. ما تنسيش بقى لايك وشير وكومنتات حلوه منكم. بصوا الملوخيه، بصوا الملوخيه هي لونها مصفر عشان الزبده، بس كانت طعمها حلو قوي. والبتنجان بقى الاكل ده كفانا تاني يوم كمان. بصي بقى المحشي والكرنب والملوخيه وريحه الشوي والفراخ كانت خطيره. جربوها بجد هتعجبكم قوي قوي قوي.